بسم الله الرحمن الرحيم. احنا معانا دلوقتي بارت 2 من سلسلة شرح اللانجوج جراف. احنا كنا وقفنا السيشن الأولى. تمام، هتلاقوا هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن. آه احنا السيشن اللي فات عرفنا يعني ايه لانجوج جراف، ويعني ايه الفرق ما بين الورك فلو والايجنت، وازاي نقدر نشتغل في اللانجوج جراف. واللانجوج جراف الموديل بتاع منتل الموديل بتاعها اللي هي الستيت والنود والايدج. شرحنا كل واحده فيهم بالتفصيل، بس برضه السيشن دي هنشرحهم تاني وازاي نبدا نشتغل بيهم. وعرفنا الايجنت ستيت ازاي بيشتغل. تمام. وعرفنا ايه هو الكونديشنال ايج. تمام، واللوبس. وهنبدا النهارده ان شاء الله نشرح بس تاني الايجنت ستيت والريتريفال والجنريت. تمام. خليني بس اشرح لكم حاجه، مثال كده من الحياه عشان نفهم الستيت بشكل اعمق. انت تتخيل معايا مريض داخل مستشفى بمستشفى. ملف المريض ده فيه نقول مثلا، خلينا نكتب هنا كده شويه عشان نفهم. عايزين نصور خريطة. ينفع؟ آه، ماشي، مش مشكلة. خلينا نحط تكست مثلا في الايجنت هنا. هيكون في النيم وال والتيست والدياجنوز والابروفد وكل البيانات بتاعته من الاخر. تمام. وهو المريض ده. المريض ده بيعدي على يعني مثلا هيعدي كده على ايه؟ اول حاجه ريكابشن. تمام. هيعدي على الريكابشن بتاعه. تمام. بس نسوي كده. تمام. هو هيبقى عنده ريكابشن. تمام. وبعد كده هيروح للدكتور. بعد كده للليبوريتري، وبعد كده للدكتور تاني. بعد كده هيروح ايه؟ الفارماسي، الصيدليه. الاستقبال هو بيبدأ يضيف بيانات أو الداتا بتاعت المريض ده. الطبيب مثلا هيضيف الأعراض وطلبات التحاليل بتاعه. المعمل مثلا هيضيف الريزولت بتاعتها. الدكتور هيضيف التشخيص بتاعه. الصيدلية مثلا هتقرا الديسكريبشن أو الوصف بتاع اللي الطبيب كتبه. فملف المريض هو بالنسبة لي الستيت. تمام. وكل قسم جوه الاستيت ده هو النود بتاعي. حركه الملف ما بين الاقسام وما بين كل قسم والتاني هي دي الايدج. فانا معنى كده لو النتيجه بتاعت التحاليل بتاعتي غير كافيه، فالدكتور يقدر يعيد المريض للمعمل. يا باشمهندس انا مش فاهم. طيب خليني كده اقفل الشير ده وافتح لك كده ثانيه. ونكتب نرسم تاني عشان دي نقطة مهمة جدا بالنسبة لي، ولازم كل يفهم. ماشي. ستوب شير هنا. لما نفتح الشير. تمام. انت عندك هنا الدكتور. تمام. خلينا نقف هنا كده الشير واضح. انت عندك هنا تمام اول حاجة. انت هنا عندك الداتا بتاعت المريض اللي احنا قلنا عليها. هو هيعمل ايه؟ هو هنا يبقى نكتبها هنا كده بس. هنا التكست. تمام. عندنا النيم والاعراض بتاعته والتست والمرض. تمام. ودي التشخيصات كلها او الداتا كلها بتاعت ايه؟ بتاعت المريض. تمام. اول حاجه احنا عندنا هنا ايه؟ اول حاجه عندنا هنا ريكابشن. ان انا هعمل ريكابشن دي. وبعد ما اعمل ريكابشن، تمام، هعملها اروح لايه؟ للدكتور. دكتور. التشخيص للدكتور. بعد ما يروح للدكتور، تمام، هيبدأ يروح للليبوريتري. تمام. الليبوريتري. تمام. وبعد ما يروح للليبوريتري هيرجع تاني للدكتور. وبعد ما يروح للدكتور، الدكتور هيروح بعته على مين؟ دي الصيدلية، الفارماسي بتاعتي. تمام. حلو قوي. طيب احنا زي ما قلنا إن الاستقبال
اللي هو ال الريسبشن مثلا اللي في المستشفى بيبدأ يضيف الداتا بتاعت المريض زي النيم وهكذا، بيانات المريض. فبعد كده بيبدأ يروح للدكتور. تمام. بعد ما بيروح للدكتور بيبدأ الدكتور. تمام. بيبدأ يعمل ايه؟ بيشوف الاعراض بتاعته، بيشوف التحاليل، الفحوصات الطبيه العاديه جدا. بعد كده بيروح للمعمل. تمام. وبعد ما بيروح للمعمل بيبدأ يرجعها تاني للدكتور، والدكتور بيبدأ يوديها للصيدليه. فملف المريض دي كلها، تمام، اللي بتبقى موجوده في الريسبشن. تمام. هي دي الستيت بتاعته. تمام. كل قسم بقى هو النود، هو بيروح للدكتور وبعد كده بيروح للمعمل وبعد كده بيروح للصيدليه. دي النود بتاعتي، يعني كل ده يعتبر نود. تمام. دي النود بتاعتي. وحركه الحركه بقى اللي بتحصل ما بين الدكتور للمعمل لللابوريتوري. تمام. دي حاجه دي اللي اسمها الايدج بتاعتي. تمام. ودي هتبان اكتر في الكودينج. تمام. طيب لو نتيجه التحليل دي مش كفايه، والدكتور عايز يعيد، يرجع للمعمل تاني، يقدر ان الدكتور يروح للليبوريتري وبعد كده الليبوريتري يرجع تاني للدكتور. هنا الدور دي داخل الجراف بتاعي. فاللاند جراف بيطبق نفس الفكره على الايجنت ورك فلو. طب ازاي نشتغل؟ النود دي بتشتغل ازاي؟ تعالى بقى نشرح لك واحده ثانيه كده. خلينا نقول النود بقى ازاي بتشتغل. النود تستقبل، النود اهي بتاخد الداتا من الستيت زي ما احنا فهمنا. تمام. والستيت بتبدا تعمل ابديت، كل شويه بيحصل ابديت في النود. طب ازاي ده يا باشمهندس بتتم؟ هقولها لكم في الكود. لاحظ ان هي انها هنا لما الستيت بتبقى كامله بتعيد الجزء اللي اتغير. يعني ايه يا باشمهندس؟ يعني النود مثلا، مثلا الستيت دي فيها بيانات جديده بتاعت المريض، تبدا تبعتها للنود على طول مره واحده. تمام. طيب في حاجه اسمها ريديوسر. تمام. او او ريدي او ريديوسر. تمام. دي نقطه مهمه جدا في اللانجوج جراف، لازم نفهمها. طب النود، النود هنا دي ممكن مثلا ترجع لنا مثلا لو الانسر بتاعنا انسر ايكوال نيو انسر. بص بيتساوي كده، انسر جديد. اعمل ايه؟ دي غالبا القيمه الجديده بتبدلها مكان القيمه القديمه. يعني مثلا لو انت عندك مثلا، لو احنا عندنا مسج وعايز نعمل اضافه جديده في المسج دي، يعني مثلا لو المسج دي مثلا فيها الستيت بتاعتها موجوده فيها كده مثلا، خلينا نكتبها هنا بالشكل ده: مسج يوزر هلو. والنود، النود لو انت عايز تعملها ايه؟ مثلا النود فيها مسج مثلا مكتوبه بالشكل ده. شايفين كده اهي مسج اسيستنت هاي. تمام. فانت عايز الريزلت، انت عايز الريزلت تظهر يا اما مسج تظهر، يا اما مسج اسيستنت هاي، ولا تظهر مسج يعني عايزه تظهر بالشكل ده، ولا عايزه تظهر بالشكل ده اللي هي تبقى مسج. يعني نعملها هنا عشان تبقى مسج هل يوزر هاي. الاسيستنت يقول لك ايه؟ يوزر هلو. الاسيستنت يقول لك ايه؟ هاي. تمام. هنا يجي دور الريديوسر. تمام. الريديوسر بيحدد ازاي بندمج القيمه الجديده مع القيمه القديمه. فيبقى هنا الاولد مسج مع النيو مسج. يعني الستيت مسج او الستيت مانجمنت مش مجرد ديكشنري، او بل هو فيلد انت بتكون بتحط جواه داتا، بحاول تكون مختلفه. فالجراف اي بي اي الرسمي
هو بيقول لك ان دي الستيت جراف، هو الجراف الرئيسي ان انت ينفع تخصصه باستخدام ستيت، وتقدر ستيت وتقدر ايه كمان تعملها تطورها. تمام. جميل قوي كده. فاحنا كده فهمنا ان انت تعرف تقدر تعرف الستيت بتاعتك، وتقدر كمان تضيف نود، وتقدر تضيف ايدج كمان، وتعدل في الايدج، وتعمل كومبايل ما بينهم. تمام. واحنا شرحنا كمان ان الكونديشنال ايدج بتاعتنا. طيب وشرحنا اللوبس، وشرحنا الموضوع ده كله. في بعض المشاكل الحقيقيه اللي ظهرت، خلينا نتكلم معاكم بقى بشكل يعني نظري شويه، بس ان شاء الله نفهمها يعني بشكل اوضح. في مشكله حقيقيه ان احنا ازاي يا باشمهندس نمانج الستيت بتاعتنا دي. الستيت لو مش متوحده ممكن تلاقي الداتا متوزعه ما بين اكتر من حاجه. طب ما ده صح فعلا، تكون متوزعه. طب ما بين ايه؟ ما بين فاريبلز، ما بين كلاس اتريبيوت، ما بين فانكشن ارجيومنت، ما بين جلوبال فاريبلز، ما بين داتابيز ريكوردد، شات هيستوري تو ريزلت، وحاجات كتيره جدا. فانت عندك الستيت بتاعتك ما دام هي مش متوحده هتلاقيها منتشره، او الداتا بتاعتك متوزعه بشكل غلط. ومع كل فانكشن انت بتقعد تبعت شويه فاريبلز كتيره، هتلاقي نفسك تهت. بعد فتره لما بتيجي تعمل ريليشنال ما بين الستيت وما بين بعضيها هتلاقيها معقده جدا. فاللانج جراف بيشجعك ان انت تقول ان ايه هي الستيت للسيستم بوضوح. ان انت تقول له مثلا الريسيرش ايجنت، تعمل كلاس مثلا تسميه ريسيرش ستيت مثلا، وتحط فيه كل الستيت او كل الاتريبيوت بتوعك. وده يجبرك تفكر كسيستم ديزاين. هي البيانات او الداتا اللي انت محتاج تنظمها عامله ازاي؟ مين اللي يقرا الفيلد ده؟ مين يحدثه؟ يعمل له ابديتد؟ مين اللي بيبدا يحفظ الداتا؟ إيه اللي انت ينفع تحطه او يكون واضح في الستيت بتاعتك دي؟ دي حته شويه كلين كود اند ديزاين باترن، او ديزاين سيستم ديزاين. تمام. عشان احنا زي ما قلنا ان انت الستيت بتعمل كلاس بتحط فيه الاتريبيوت بتوعه. تمام. طب المشكله الثانيه اللي ظهرت هي حاجه اسمها البريسيستنس. تخيل الايجنت بتاعك بينفذ مهمه، اللي انت تعمل سيرش مثلا، فالسيرش ده بياخد عده ستيبس كتيره. يعني مثلا يجيب بلان، البلان بتاعتك ان هو يسيرش في سورس 1 ويريد من سورس 2، ويسيرش في سورس 2 ويريد من سورس 2، قصدي يريد من سورس 1 كمان، ويعمل انالايز ويعمل رايت، انالايز ويعمل رايت ريبورت ويكتب ريبورت كده. لو السيستم بتاعك او الابلكيشن بتاعك وقع عند نقطه معينه، عند خطوه مثلا انالايز، هل انت تقدر تعيد كل شيء من البدايه؟ الكلام ده ممكن يكون مكلف جدا، عشان انت بتستدعي اللارج لانجوج موديل بتاعك. تمام. كذا مره تستخدم اي بي اي مدفوعه، ممكن تقرا ملفات كتيره جدا. الكلام ده في التايم مصيبه، كلام مصيبه جدا. تمام. تقدر تجمع مصادر كتيره. فاللانج جراف بيدعم حاجه اسمها التشيك بوينتنج. يعني ايه التشيك بوينت؟ يعني دي نسخه محفوظه من حاله الجراف عند نقطه معينه اثناء التنفيذ. يعني ايه يا باشمهندس؟ يعني يا باشمهندس لو انا وقفت مثلا عند السيرش 2، وانا كنت عامل السيرش 1 وعملت الريد سورس 1، تمام، هو الكلام ده محفوظ عندي بحاجه اسمها التشيك بوينت. هي دي اللي بتعمل نسخه محفوظه من الجراف اللي عندي، واقدر اعمل سيف للبوينت دي، واقدر ارجع لها بشكل تاني. بدل ما كنت بتبدا اول اللعبه من الاول خالص، تقدر ترجع تاني لاخر نقطه محفوظه. تمام. تاني حاجه، حاجه اسمها الدريبل اكسكيوشن. يعني ايه اصلا كلمه دريبل؟ او حاجه اسمها الديورابل اكسكيوشن. تمام. الديورابل اكسكيوشن، معلش عشان بسجل الفيديو ده الفجر ومش نايم ومطبق، فدماغي ممكن تكون مش متذكره بعض الحاجات يعني. بس ان شاء الله لو في اي حاجه وقعت كده ولا كده انا هنعمل فيديو ليها تاني. فكلمه ال التنفيذ، تمام، الديورابل، تمام، ده مش بيعتمد بس على ان انت تبقى في نفس البروسيس تبقى مفتوحه في الميموري. لا، في مثلا ابلكيشن بايثون مثلا عادي، لو الابلكيشن مثلا بتاعك قفل، الستيت الموجوده في الرام ممكن تضيع. تمام. اما الديورابل اكسكيوشن بيتم حفظ او بتحفظ كل ستيت كفايه
عشان لما تعمل استكمال للعمليه اللي بعديها، حصل مثلا حصل كراش، حصل ستارت، حصل تايم اوت، حصل ديبلويمنت غلط، في حاجه قطعت في النص. فاللانج جراف بيقدم لك الديورابل اكسكيوشن باستخدام البريسيستنسي والتشيك بوينت، بحيث ان انت بتنفذ اطول او اكتر حاجه بالكونسيستنسي، الاستمراريه، او ان انت تكمل بدون ما تفقد كل البيانات اللي انت عملتها. بس لازم تفهم حاجه مهمه جدا. تمام. اليانج جراف لما انت بتكمل، يعني لما انت بتكمل بيبدا يشغل النود بتاعتك من اول. يعني انت مثلا وقفت عند حته معينه، هو بيبدا يشغل النود بداخلها من بدايته. يعني ايه؟ يعني مثلا انت مثلا وقفت عند المسج الثاني، بس هو بيبدا من المسج الثانيه، بيبدا يشغل النود من اول وجديد، بس مش بالضروره من السطر اللي انت وقفت عنده، او الايرور اللي انت وقفت عنده. تمام. المشكله الثالثه اللي معايا حاجه اسمها هيومن ان ذا لوب. يعني ايه؟ تخيل ايجنت بيبقى قادر ان هو على يعمل ايميل، يرسل ايميل، يبعت ايميل، يحذف ريكورد، ينفذ امر سيكوال مثلا، ينشر بوست، يبعت فلوس، يعدل العقود. تمام. هل هنسمح اللي هو يعمل كل ده بالتنفيذ يعني فورا؟ الخطوات دي محتاجه اول حاجه ان انت عندك السيستم ما يقفش. تمام. لازم تحفظ الستيت بتاعتك كل شويه، ولازم تستنى الرد في الحته التانيه. تمام. فاللانجوج جاس بتوفر لك حاجه اسمها الانترابتس. الانترابتس دي يعني لما انت بتعمل او بتحدث الانترابتس دي، بيبدا يحفظ حاله الجراف وبيقف عند نقطه معينه. تمام. دي كمان هنطبقها في الكود يعني. دي بقى مشكله رابعه، وهي الميموري. والميموري دي عندنا منها نوعين: الشورت تيرم ميموري، تمام، واللونج تيرم ميموري. ودي ان شاء الله هنعمل فيديو خاص بيهم خالص. تمام. عشان دي حوارهم كبير قوي. وبرده في مشكله خامسه، وهي الاوبزرفابيلتي والديباجنج. ودول لهم كورس خاص لوحدي، انا ان شاء الله بحضره وابدا انزله لكم على اليوتيوب. تمام. بس يعني، وطبعا مع الاوبزرفابيلتي والديباجنج هنبدا نشرح جزء الستريمينج وازاي بنبدا نشتغل عليه. تمام. وفي برضو جزء السب جراف. السب جراف ان شاء الله هنطبق عليه كودينج في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. تمام. وهنبدا ناخد مثال كامل او بروجكت، سيمبل بروجكت كاستمر سبورت ايجنت، وازاي بنبدا نتعامل معاه. تمام. عشان نعمل الكلام ده. طيب قبل ما اقفل الفيديو انا عايز اسال سؤال، او حد يسالني سؤال: هو اللانج جراف حل ايه بالظبط؟ طب نقدر نلخص المشاكل اللي احنا اللي استهدفناها دي كلها: الاستاتيكال اورجانيزيشن اوركستريشن، ان انت بتنظم خطوات كتيره وبتشترك في ستيت، الستيت دي بتتغير مع الوقت عادي. السايكل اكسكيوشن، ان انت تدعم اللوبس، وان انت تقدر ترجع للخطوات اللي انت عملتها. تمام. وده امر اساسي في الايجنت. الكنترول فلو، ان انت تظهر الستيت او الطريق اللي انت مشيت فيه، والديسيشنز انت تقدر تراجعها بشكل اوضح وادق. تمام. البرسيستنسي زي ما قلنا، ان انت تحفظ حاله التنفيذ ما بين كل خطوه والتانيه. الديورابل اكسكيوشن، ان انت تكمل البروسيس الطويله بعد ما بتقف او بعد ما بتفشل. الهيومن ان ذا لوب، ان انت ازاي توقف التنفيذ وتستنى مثلا اليوزر يرد عليك او يوافق. تمام. وبعد كده تكمل. تمام. وزي ما قلنا حته الستريمينج والاوبزرفابيلتي والكنترول ايجنسي، دول هنشرحهم في الكورس بتاع الاوبزرفابيلتي، كورس كامل. تمام. آه طب في سؤال تاني برضه جه على دماغي دلوقتي وعايز اشاركه معاكم يعني: هو ايه إيه يعني نان جاز كده مش بيحل ايه؟ دي نقطة مهمة جدا، حتى عشان الشرح ما يتحولش مثلا ان انت تبقى بتاخد اللانج جراف اكيد ليه عيوب. هو اول حاجة مش بيحسن من جودة الموديل. لو الموديل ضعيف اللانج جراف مش هيخليه لك عبقري. مش بيكتب برومت بشكل جيد. يعني لازم انت اللي تكتب البرومت بايدك، ودي حاجة وحشة جدا. ودي في حاجة اسمها الدي اس بي واي بتساعدنا فيها. تمام. مش بيمنع الهلوسينيشن، ودي مصيبه. احنا اصلا بنستخدم الباكج دي، بنستخدم الهلوسينيشن. الستيت بتاعته
هو اللي مش بيعملها. يعني الستيت بتبقى سيئه جدا في الجراف. لو الجراف بتاعك معقد مش هتقدر تستخدم الستيت. الاركتكتشر بتاعه لازم لازم تحدد الورك فلو والايجنت. لازم تكون الديسيشن بتاع الموديل يكون صح، الكود بتاعك يكون صح. تمام. مش بيلغي كمان الداتابيس بتاعتك في التشيك بوينت ستوري. تمام. مش بالضروره يعني التشيك بوينت ستوري مش بالضروره تكون بديلا من الابلكيشن داتابيس، ده مستحيل. انت بيجيلك مليارات من الداتا. تمام. ممكن تحتاج قاعده محتاج داتابيز منفصل عشان تحفظ اليوزرز والاوردر والبيمنتس مثلا والدوكيومنتس والبيزنس ريكورد، عشان ده مش بيلغي السايد افكت سيفتي. تمام. عمليات مثلا زي الدفع، زي ان انت تعمل ترسل حاجه، تحذف مثلا حاجات في ضوابط امان كتيره جدا. تمام. مش دايما يكون بديلا للورك فلو العامه. فاللانج جراف موجه بدرجه كبيره للايجنتنج والال ام ورك فلو. في سيستمز بتعمل ان هي تتوسع، فبتحتاج تولز اصلا تانية او ورك فلوز تانية زي الوركرز وزي السكادولينج وزي حاجات كتيره جدا. تمام. فعيوب اللانج جراف يعني لها عيوب كتير قوي زي الليرنينج كيرف. تمام. لازم تفهم الستيت والنودز والايدج، وتفهم الكونديشن ايدج بتاعتك والريديوسرز. تمام. والتشيك بوينت والثريت كل دي. فلو مشروعك مثلا لو انت البروجكت بتاعك بسيط، كل الكلام ده لو انت ضفته هيبقى تعقيد بشكل كبير قوي غير ضروري. العيب التاني، الستيت ممكن تتحول لجاد اوبجكت. تمام. لو وضعت كل حاجه فيها، لو حطيت كل حاجه فيها هتلاقي كل حاجه بقت، هتلاقي ستيت كبيره جدا، فتصبح النود مرتبطه بكل حاجه. فالافضل ان انت تعمل ستيت الداتا متوزع اللازمه للورك فلو بتاعك. تمام. العيب الثالث ان الجراف كبير، ممكن تعمل يعني هتبقى جراف بشكل رهيب. هيبقى فيه، احنا بنشرح على كيس بسيطه، بس انت لو جبت الكيس مثلا موجوده في البرودكشن تلاقي الجراف بتاعك كبير قوي، الموضوع بقى ايه يصعب. تمام. العيب الرابع ان انت بتعمل سهوله بناء حاجه معقده وهميه. يعني مثلا الديفلوبر مثلا لما بيعمل بلانر ايجنت، ريسيرشر ايجنت، ريفيو ايجنت، وهكذا. التاسك بتحتاج لكذا فانكشن او اتنين. فانت مثلا بيكون عندك مالتي ايجنت، انت كده بتستخدم مالتي ايجنت؟ لا، انا عايز كل ايجنت يكون اضافي، يعني يكون فيه كول، يكون فيه كوست، يكون فيه ليتنسي، عندك ديباجنج. فالموضوع بقى صعب وبقى تقيل. تمام. وفي عيوب كتيره جدا. طب انت طبعا يا باشمهندس انت قلت لي عيوب كتير قوي. انت كل اللي انا فهمته من التو فيديوز او الثري فيديوز اللي هينزلوا انت لغيتهولي. طب انا امتى استخدم اللانج جراف اصلا؟ انت اللي انت بتقوله ده بتخليني مش استخدمه. اللانج جراف استخدمها لما يكون عندك مثلا حاجه من اللي انا هقولهم دول. الورك فلو، عندك ورك فلو متعدد الستبس، متعدد الخطوات. الستيت بتاعتك مشتركه. تمام. بتتطور اثناء تنفيذ الاكسكيوشن بتاعك او اثناء الاكسكيوشن. تمام. التول كولينج لوب، لو انت عندك كونديشنال راوتنج، لو انت عندك مثلا خطوات ممكن بتتكرر. الهيومن ابروف. تمام. تكمل بعد مثلا ما بتفشل في حاجه، بعد ما يحصل معاك ايرور في حاجه. عمليات مثلا او بروسيس بتحتاج وقت طويل. المالتيبل ايجنت، لو انت عندك مالتيبل ايجنت تروح تستخدم لكن جراف. السب ورك فلو برضه. تمام. الستريمنج، واحنا هنشرح يعني ايه ستريمنج عشان دي قصتها كبيره جدا. تمام. حاجه قويه جدا ان انت تتبع، ان انت تتابع كل ستيبس بتاعتك. تمام. بس يعني وان شاء الله هنعمل برضه عشان الناس اللي مستنيه الفيديوهات بتاعت اللانج تشين. انا حبيت ابدا باللانج جراف. ان شاء الله هبدا اشرح اللانج تشين في كذا فيديو تاني هينزلوا ان شاء الله بعد الفيديو ده. تمام. بعد طبعا في فيديو براكتيكال على اللانج جراف هننزله. وان شاء الله تكونوا استفدتوا من كورس اللانج جراف. لو حد عنده اي كومنت يا ريت تسيبوا لي في الكومنتات وانا تحت امركم. تمام. وانا لو في حاجه مش واضحه عادي هعمل لها فيديو تاني وهرد على كل الاسئله. تمام يا شباب. شكرا لكم جدا وان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو. شكرا.